متابعي قناة ميدياتك، معي في هذه اللحظات الكوتش وليد بن ماضي مدرب فريق نجوم بني مالك. وشي حابب ارحب فيك عبر ميدياتك، مبارك لكم تحقيق الانتصار الأول والمهم في هذه البطولة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم على اللقاء. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله بعد توفيق الله. المباريات هذه المباريات الأولى دائما صعبة علينا، بس الحمد لله توفقنا وكان فيها توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ونقول لفريقنا ألف مبروك، للفريق الخاسر هارد لك معوضين خير إن شاء الله. بكل تأكيد ضغط كبير عليكم بلا شك في هذه البطولة، وأنتم مطالبين الوصول على أقل تقدير إلى المباراة النهائية، لأنه الفريق ما شاء الله تبارك الله خلال الموسم الماضي والموسم المنقضي حقق إنجازات كبيرة خماسية. كيف تقدر تستعدوا وتتعاملوا مع هذا الضغط الكبير؟ والله شوف، البطولة نحن قاعدين نفكر فيها. أول شيء أكيد بطولة كبيرة زي بطولة حق بلدية رابع، يعني أي واحد يتمنى الوصول للنهائي، وأكيد كل الفرق قاعد تحاول تجيب لعيبة ومحترفين عشان توصل لأبعد مرحلة اللي هو النهائي. بس عشان أكون واضح معاكم، أكيد في ضغط، الفريق الكبير دائما يكون عليه ضغط، بس أنا والله العظيم قاعد أفكر في مباراة. يعني جيت المباراة اليوم كأنها مباراة نهائية، كنا نحضر لها ويعني ضد فريق محترم، والحمد لله الحمد لله توفقنا وجبنا المباراة. نفكر في المباراة الجاية إن شاء الله بإذن الله، وبعد ذلك الكل حاد حديث زي ما قلنا، حناخذ كل مباراة وإن شاء الله ما نشوف نفسنا إن إحنا في النهاية إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك، بالتوفيق يا حبيبي. الله يعطيكم العافية. شكرا على الاستضافة، شكرا على اللجنة المنظمة. بصراحة يعني أنا يمكن أول سنة أجي في محافظة رابغ، بس ما شاء الله تبارك الله البطولة، الملعب، التنظيم، يعطيكم العافية. ونقول شكرا لكم، شكرا على اللقاء، وفانا إن شاء الله التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا. الله